السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة بقدم لكم فيديو مختلف. الفيديو النهاردة مش هنطبخ فيه مع بعض، وإنما هاخدكم جولة لمطعم عامل ضجة في الفترة الأخيرة. يا ترى المطعم ده فين؟ من الصورة بنشوف إن هو في منطقة إمبابة، ومنطقة إمبابة اتشهرت في الفترة الأخيرة بالمطاعم، ومطاعم بتبقى عاملة ضجة فعليا. زي إيه؟ زي مطعم حواوشي الربيع. مطعم حواوشي الربيع طبعا اغلب الناس عارفاه، واللي جربه عارف الطعم عنده ايه. وكمان كبدة البرنس، وكل المطاعم دي حققت نجاح عالي جدا. هناخد كمان مطعم مش هنبعد فيه كتير عن امبابة، وانما هو فرود الفرج، وهو مطعم صبحي كابر. كل المطاعم دي حققت نجاح عالي وخلت اسم امبابة بقى ترند. هنشوف المطعم الرابع اللي عامل ضجة الفترة الأخيرة في امبابة. شوفوا مطعم ايه، وهناخد جولة فيه كاملة مع بعض. مطعم أسماك اليوم. المطعم ده طبعا كل زباينه اللي هيشوفوه هيعرفوا ان هو مش مطعم مستجد. المطعم ده بقاله حوالي 15 سنة في امبابة. المطعم ده في شارع القومية، قفل فترة عمل المترو، بس المطعم ده رجع لنا تاني، ورجع بكمية من الابتكارات والإبداع والأصناف الجديدة ما حصلتش. هاخدكم جولة في قلب المطعم، وهنخلي الشيف يعرفنا على كل الأصناف الموجودة، وهنشوف الشيفات كلهم في المطعم وهم بيعملوا الأوردرات قدامكم، وهقول لكم على الميزات اللي في المطعم ده، وهطلب من المطعم اوردر وانا في البيت وهصوره لكم وهوريكم قد ايه جمال ونظافة التغليف، وهنعرف كل حاجة في المطعم مع بعض. تعالوا خدكم كده جولة جوه المطعم، بس ما تنسوش في البداية لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، وتسيبوا لي كومنت بتجربتكم مع المطعم لو جربتوا من عنده حاجة قبل كده، او اي استفسار بخصوص المطعم. وانا كده كده هسيب لكم كل البيانات للتواصل مع المطعم في اخر الفيديو، والمنيو بتاعهم كمان. ودي ارقام عمل اوردر مع المطعم، وهسيبها لكم برضو في نهاية الفيديو وفي صندوق الوصف تحت الفيديو. في ميزة مهمة جدا في المطعم، وزي ما حضراتكم شايفينها كده، ان المطبخ مفتوح على المكان اللي حضرتك تقدر تقعد تاكل فيه. يعني ده دليل على مصداقيتهم في النظافة، ومصداقيتهم في انهم واثقين جدا في الحاجة اللي بيعملوها والادوات اللي بيستخدموها، ونظافة المكان ونظافة الادوات وكل حاجة. دلوقتي الشيف هياخدنا جولة في المطبخ، تعالوا بينا نشوف. دي شوربة السي فود، وده الشيف أمير أبو العز الملقب بوزير الفسفور. شايفين جمال الشوربة؟ الشيف هيعرفنا دلوقتي على كل أنواع وأصناف السمك الموجودة في المحل، وكمان هاخدكم جولة مع كل الشيفات الموجودين في المطعم والأكلات اللي بيعملوها. دلوقتي هنشوف مع بعض الرز عندهم اطلبوا لوحده. يعني هم بيعملوا الحاجات اللي بتخدم الاوردر، جمالها في جمال المنتج نفسه اللي هم بيطلعوه. هنا هنشوف الشيف امير وهو بيحضر سمك سنجاري. تمام. طالما اتكلمنا عن الشيف امير وزي ما قلنا الملقب بوزير الفسفور، لازم نتكلم عن الشيف ناصر. الشيف ناصر والد الشيف امير. الشيف ناصر طبعا معروف ومشهور بانه لو حط ايده في اي اكلة بيتنقل طعمها من حتة لحتة تانية خالص. فلازم في الفيديو ده نشكره جدا ونقول له بجد تسلم ايديكم، تسلم ايد حضرتك وايد الشيف امير وايد كل الشيفات اللي في المطعم على الابداع والابتكار اللي بتعملوه. ومن هنا عايزه اقول لكم لو تعرفوا حد ما بيحبش السمك، اطلبوا له بسرعه من عند ابو العز، هيغير مفهومه عن السمك خالص. تعالوا نشوف الشيف هيقول لنا ايه. ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايب قلبي، انا عايز اقول صلي على الرسول. تعالى كده نشوف تشكيله السمك النهارده من عند اسماك ابو العز، شارع القوميه، امام محطه المترو مباشره. اول حاجه هنقول عليها البولت البحري، الحجم الحلو خالص خالص خالص. شايف بقى السمك جاي بالزبد بتاعه ازاي، شايف عينه حمراء ازاي. البولت الحجم ده مش هتلاقيه غير عند ابو العز، ابو العز وبس. تعالى بعد كده نشوف البوري، شايف البوري بيضحك ازاي، قشطه ده قشطه. عندنا كمان سمك المكرونه السويسي، شبعدان. تعالى كده نشوف، شايف السمكيه مفيش انضف منها،
ما بتاكلش اي حاجه دي. عندنا كمان الجمبري البلدي الجميل خالص خالص. الجمبري مش هتلاقيه بالحجم ده والجمال ده الا عند ابو العز. عندنا كمان الكابوريا النت، الكابوريا النتي الجميله المبطرخه. عندنا ايه كمان؟ عندنا الفيليه، الفيليه الزبده، الزبده اللي ربع الزبده اهو اهو، محدش بيجيب منه ده. ابو العز، اسماك ابو العز واحد بس. وهنا خدت لكم جولة من جوه المطبخ مع الشيفات وهم بيحضروا الاوردرات، وهطلب اوردر على البيت. تعالوا نشوفوا مع بعض. انا طلبت الاوردر ده وجالي على البيت، تعالوا نشوفوا مع بعض. الاوردر جالي بالشكل ده، التغليف عندهم كويس جدا، وعايزه اقول لكم ان الطعم طلع تحفه وحكايه بجد والله العظيم. خادمين الاوردر بشكل كبير جدا، يعني بصوا حتى الابداع في ايه، الليمونه اللي متقدمه مع الجمبري طعمه وتتبيلته بجد طعمه مختلف جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين هي الصوره بتتكلم عن نفسها اصلا. السلطات اللي مع الاوردر والطحينه والحاجات دي كلها طعمها تحفه. ولو جينا بقى عند البتنجان ده في حته تانية يتاكل لوحده اصلا. البتنجان عندهم بصراحة مميز جدا جدا جدا، وبيعملوه بتتبيلة خطيرة. تعال خدكم بقى جولة على صفحة الفيسبوك بتاعتهم، صفحة أسماك اليوم أميرة أبو العز. عايزاكم انطلاق على الصفحة دي ومتابعة طبعا، بينزلوا عليها كل عروض المطعم وكل الأصناف الجديدة اللي بينزلوا عروض كل يوم 2، وكمان ممكن ينزلوا عروض تانية. العروض اللي بينزلوها عن الأسماك النية وعن المستوية وعن المشوية والمقلية وكل الأصناف اللي تحبوها بكل الطرق اللي تحبوها كمان. اسألوا عن عروضهم وتابعوا الصفحة عشان كل يوم 2 تشوفوا العروض اللي بينزلوها والمسابقات كمان اللي هينزلوها على صفحتهم، وتشوفوا المنظر الخطير ده للوجبات اللي بيقدموه. وزي ما قلت لكم هم على استعداد تام لعمل العزومات، يعني لو عندك عزومة عايزة تعملي عزومة أسماك كده وشرب وسلطات وحاجات جميلة بالشكل ده، كلمي المطعم على أرقام التواصل اللي هسيبها لك في آخر الفيديو وفي صندوق الوصف، وتواصلي معاهم وعرفيهم انك عندك العزومة وكل الأصناف اللي انت عايزاها والميعاد اللي عايزة الأكل فيه، وهيوصل لك الأكل لحد البيت، وهيشرفوكي في العزومة جدا 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 جدا. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وقولولي في التعليقات تجربتكم مع المطعم لو جربتوه، ولو لسه ما جربتوهوش اطلبوا اوردر منه، وبعد كده اكتبولي رأيكم كمان في الاوردر والطعم اللي انا واثقة رأيكم هيبقى ايه كمان. بصوا منظر الطاجن بصراحة حاجة فظيعة جدا جدا جدا. دي الريفيوهات عن المطعم. بصراحة كل اللي بيدوق عندهم ما بيستخسرش ان هو ينزل ريفيو محترم. الصورة دي بتجمع لنا صورة الحاج الكبير الشيف ناصر أبو العز وابنه الشيف أمير أبو العز والشيف أحمد والشيف عبد الرحمن. عايزين نقول لكم تسلم إيديكم. هسيبكم دلوقتي مع مجموعة من صور الوجبات اللي بيقدمها مطعم أسماك اليوم، وهسيب لكم كمان المنيو بتاع المطعم فيه كل أرقام التواصل وفيه العنوان بتاع المطعم وفيه كل الأصناف اللي عندهم في المطعم. بس ملحوظة مهمة جدا بخصوص المنيو، الأسعار بتتغير حسب تغير اليوم. تمام، فأي حاجة هتحتاجوها من المطعم كلموهم على أرقام التواصل واسألوهم عن أسعارها واطلبوا اللي انتوا عايزينه من هناك، وبإذن الله كل حاجة هتعجبكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.